مرحبا. اوكي، السلام عليكم واهلا بكم مشاهدي قناه ريو شو. معكم كل اكرم بحلقه جديده وردة فعل مباشره حول قرعه دوري ابطال اوروبا لدور 16. نريد نعرف اليوم المواجهات الكبيره، من سيواجه من. كما تشاهدون امامكم اذا عندنا مواجهات على اليسار ومواجهات على اليمين. يوم الامس اجرينا قرعه لدوري ابطال اوروبا اللي هي عباره عن تجربه، واسفرت حول نتائج للاسف قد لا تكون جيده لكل الانديه. شاهدتوا البارحه، واليوم راح نشاهد من يتم اختيار اولا سيذهب على اليسار، من يتم اختياره ثانيا سيذهب تجاه اليمين. المواجهات ستقام في الشهر الثالث. نتكلم كذلك يا سيدي العزيز، عندنا فرق راح تواجه. هناك 8 اتحادات كرويه تابعه للاتحاد الاوروبي لكره القدم. اوكي، عندنا فرق راح تواجه تماما. نبدا 7-8، بعدين 5-6، 3-4، 1-2. يعني يبداون من كلوب بروج، بعدين يروحون على مواجهه ريال مدريد يحددون منو راح يلعب امامه، بعدين بي اس في اينتهوفن، بعدين يرجعون اخر شيء على باريس. تمام؟ فراح نشوف يا حبيبي. اكتبوا لي بالتعليقات منو تريدون. انا ذكرت رايي، ما اريد باريس سان جيرمان صراحه، لكن خلينا نشاهد. قرعه تبقى قرعه يا سيدي العزيز. بعد قليل راح اعرضكم هذه الشاشه على مود تقدرون تشاهدون معاي. بس المشكله شنو؟ المشكله هي بالحقوق، فراح اعمل اخفاء، بس من تجي سحب القرعه راح اظهرها امامكم. تدللون. اكتبوا لي بالتعليقات منو تريدون. جمهور ريال مدريد منو تريدون؟ اتلتيكو ولا باير ليفركوزن؟ انا قلت لكم انا اتمنى باير ليفركوزن على مود المتعه، ولكن صراحه انا من اتلتيكو مدريد انه يضطرب بريال مدريد، هذا راح يكون افضل كمتنافسيه ما بين الطرفين. اذا كما تشاهدون البارحه عملنا هذه قرعه. هير وي جو، هير وي جو، هير وي جو. ولا يا سيدي انت تسحب القرعه، الله يستر. لا مو هذا، يمكن وحده، اكو بعد واحد ثاني. جيبوا تياغو كانتارا. منو كان يسحب القرعه ذيك كم مره؟ وكانت نسخة تاريخية. رأينا الفرق اوكي، ياخذ رايه، فخلينا نشاهد تعليقات قبل. في دوري 16 بنفيكا باريس، بنفيكا باريس، بنفيكا باريس، كل واحد يريد شيء. شكرا حبيبي ديمون على الدونيشن. ديملي اراوخو. اوكي، نريد بنفيكا، برشلونه بنفيكا، اتلتيكو. اوكي، احلى ريو شو حبيبي. جزائر، مغرب، تحيه. كنت انتظرك يا اخي، تحيه كبيره. في منافسات البلاي اوف. اتوقع اللي راح يسحبها رونالدو. لا ما اتوقع، رونالدو عنده اعتقد مباريات او شيء. هذه كانت الدوري اللي هو كان مواجهات الدوري، جايبين رونالدو كانوا. نحضر الانديه. قال وأن حلمه تحقق في عام 2001، وذاك اللقب كان في مهر المثابرة في العالم. نعم. بايرن ميونخ طبعا، او مدينه ميونخ، المدينه البافاريه. يلا يا سيدي، من هو المرشح اريدك انت بس حبيبي. شكرا. من فلسطين، شكرا. مدريد، تونس، يا هلا يا هلا. سنغال، يا هلا. متابعك من بصره، هلا بالبصره. انا عدم مواجهه باريس. تمام. باريس الثار. عندك قناه على التيك توك؟ نعم، قريبا راح نرجعها. بالنسبه الثار، تريد الثار من باريس؟ متاكد؟ يلا عندنا فليك عليها، ما نخاف. هير وي جو. بس يلا يا رجل، يلا. هسه فتحنا قرعه وفتحنا رده فعل، اعطينا الفرق. لكم في شهر ابريل. اليوم ايضا تحدد من سيلعب الذهاب واياب اذا صعد الربع نهائي وصعد النص نهائي وصعد النهائي. اليوم الشيء النهائي نقدر نقول الشيء. شويه علي الصوت، علي صوت القرعه هسه شويه نعليه. دوري ال16. اوكي، اعتقد هيك زين. نستخدم فيها جانبين، الجانب الفضي والجانب. اذا كما قلنا راح يستخدمون الجانب الفضي اللي هو على اليسار، الجانب الازرق على اليمين، كما انا عاملها بالصوره. شرحت كل القرعه قبل ما تنطلق. هاي مره راح تتاكدت عم تلاقي يتكرر سيناريو مال 4 مستويات. المستوى الاول ببرشلونه وليفربول، المستوى الثاني ارسنال انتر، المستوى الثالث اتلتيكو باير ليفركوزن، المستوى الاخير رابع ليل استون فيلا.
وهذا اللي نعرفه. البارحة شرحت لكم بالكامل. الآن راح يتم توزيع هذه الأندية حسب القرعة. توزيع الفرق التي احتلت المرتبة الأولى إلى حد المرتبة الثامنة على مستويين، المستوى الفضي والمستوى الأزرق، ومن ثم ابدأ. توزيع الفرق التي خاضت فقط دا يذكر لك ويأكد لك لكي تقابل مباريات الإياب ستقام بالنسبة للأندية 8 التوب. المرتبة الأولى إلى حد هذه راح تكون 4 كرات، 4 مستويات، يبدأون بمستوى 7 8 كما شرحت يوم الأمس. مكان الفرق تتحدد أول مواجهة وهكذا تروح على باقي المواجهات. وصولا إلى فرق 2-1 أو فرق المستوى الأول والثاني. حافظين القرعة قبل ما تبدأ. أوكي. ريو طلع صورة هسه أحلى جزائر بغداد. حبيبي هسه تكون مثل قرعات كأس الملك، ربع نهائي نص نهائي نعم، بس دور 16 لا. من كرات المستوى الأول يذهب إلى المستوى الأول جانب الأزرق. أما في قرعة هسه دا يشرح لك شلون راح تقام قرعة الربع نهائي ونص النهائي. دا يقول لك قرعة دوري مواجهة 1 و2 يجيبون مع بعض. أول كرة تطلع يلعب مباراة الذهاب من هذه المواجهة في أرضه، الإياب في أرض الخصم اللي يتم سحب الثاني. ونفس الشيء قرعة نص نهائي. دا تشوفون ستكون هناك كرات راح يشرح لك الآن. مثلا هاي أول ثاني دور 16 1 2 3 4 5 6 7 8 يكونون 4 أوعية. اللي يسحب أولا يلعب على أرض الذهاب. ما نعمل خطأ كأس الملك. هسه 2 هو يلعب الذهاب في أرضه. شوف الإياب يقام. حلوين، وضحت الصورة. التي سوف تخوض مباريات الإياب على أرضية ميدانها. خلاص احلى شيء من حافظ الجدول وهيجي ومرتب حالك وماكو اخطاء ولا ريمونتات قرعة النص نهائي نفس الشيء، نفس الشيء حرفيا. ده تشوفون النهائي اذا سوف نضع الفائزين من لا تقطع الانترنت لك. لا انترنت وين؟ شنو صار حبيبي؟ والله تعال رجع القرعة. تعال رجع القرعة. شنو بين سبورت انضربت بوري، احنا انضربنا بوري، شنو تصير يا معود؟ لك الو. ليش وقفت يا معود؟ الو راح يجلطونا هذولا. رجعت مباريات الربع النهائي الاول والثاني ياخذ مباراة الاياب على ارض النهائي، ياخذان مباراة لا تجلطونا بيان سبورت ميونخ في 31 من شهر مايو من عام 2025. كانوا يجلطونا على شويه. ان الاجراءات كانت واضحه. انطلق سيدي العزيز، انطلق، واضحه، ما عليك. الكرات كل كرة تحتوي طبعا كل كرة أو الكرات انطلق المستوى الأول. الكرة التي تمام تذهب إلى الجانب الفضي، أما الكرة التي تسحب الثانية من الفرق ذات المستوى الأول نعم. الأزرق. أريد أن أذكركم أولا بالفرق التي سوف يقع سحبها: نادي ليفربول، نادي برشلونة، نادي أرسنال، نادي الانتر، نادي أتلتيكو دي مدريد، نادي باير ليفركوزن، نادي ليل، ونادي أستون فيلا. هذه الفرق ذات المستوى الأول. تبدأ 7-8. يلا روح على 7-8. يلا هات أول مواجهة. من سيواجه كلوب بروج؟ الآن سنعلم يا سيدي العزيز من سيواجه كلوب بروج. يلا أول المسحوب أستون فيلا. إذن أستون فيلا سيواجه كلوب بروج رسميا، وليل يواجه الطرف الثاني. وأستون فيلا طبعا وليل الفرنسي سيواجه بوروسيا دورتموند، سيواجه
بوروسيا دورتموند. مباريات قوية في الدوري. نعم يا سيدي العزيز. نسحب الكرة الثانية. الكرة الثانية اللي هي ليل الفرنسي معروف يعني، تمام، بس يلا الاسم معروف طبعا، ليل الفرنسي. هو نادي ليل. نادي ليل نعم نعم سوف نعم يا سيدي. نادي ليل سوف يقابل دورتموند، ونادي ليل طبعا من الدوري الفرنسي سبق له وأن حقق نتائج جيدة. نذهب إلى الوضعية الآن من سيواجه ريال مدريد؟ من سيواجه ريال مدريد؟ ولع ذات المستوى الأول طبعا. شكل اتلتيكو مدريد. اتلتيكو مدريد يواجه اذا يا سيدي العزيز ريال مدريد رسميا. بايرن ميونخ يواجه باير ليفركوزن. يا ستار. وخذ لك انت الجنون اللي راح يصير، وخذ لك الجنون اللي راح يصير يا سيدي العزيز، وخذ لك الجنون اللي راح يصير في هذه القرعة المدوية. وخذ لك الجنون. يا الله. نادي باير ليفركوزن في الله 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 الله. المواجهات ولعت يا سيدي العزيز. وان اعتقد لحد الان احنا توقعاتنا الصح. يا ستار محكر. الان سنعرف من سيواجه. بي اس في ايندهوفن، ارسنال لوانتر. من هو المحظوظ؟ من هو المستمتع؟ شكله ارسنال. نادي الانتر الايطالي. الفريق الاول مسحوب طبعا هو ارسنال. ارسنال يواجه بي اس في ايندهوفن. يا سيدي العزيز ارسنال يواجه بي اس في ايندهوفن. وانتر ميلان رسميا يواجه فاينورد. على فكره انا ما دا اقلل، اثنيناتهم اقوياء، اثنيناتهم اقوياء. وهسه اجت الصعبه، هسه اجت الصعبه. هسه تعلق. من سيقابل نادي الانتر الان؟ اذا هسه تعلق. الفريق الثاني نادي هو هسه تعلق. الى الجانب الازرق. هسه تعلق. ولا ننسى يا ستار. وصل الى دوري نصف النهائي في عام 2002 وكان لديه ايضا حق سبق له ان فاز اخوان بمنافسات الشامبيونز. المواجهه المهمه الان، المواجهه الان راح نشاهد من سيلعب برشلونه امام من. من سيذهب الى جانب ليفربول باريس سان جيرمان. يا ستار. راح باريس. باي 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 باريس، باي باي باريس. اذا رسميا برشلونه وبنفيكا. واخيرا قرعه ختمتنا يا اخوان، القرعه ختمتنا يا عز. الله 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 على مواجهه باريس. يا ستار. اذا رسميا برشلونه يواجه بنفيكا وذهب باتجاه اليمين، يعني مواجهات سهله وافضل ومرتبه اكثر. فزت على بنفيكا تعرفهم، فزت على بوروسيا تعرفهم، فبالتالي على الاقل لازم تضمن نص نهائي والطريق مفتوح امامك للنهائي. اذا لا يوجد كلاسيكو بابطال اوروبا الا بالنهائي، وباريس وليفربول واحد منهم اوت. اتلتيكو مدريد ريال مدريد واحد منهم اوت. يا ستار. مواجهة برشلونة هي رقم 5 حلوة، فإذا يطلع 5 أولا يلعب برشلونة بالربع نهائي. إذا صعد متى؟ بالذهاب. إذا طلع ثاني واحد رقم 5 أمام 6 يطلع الإياب في ملعبه. هات خلينا نسجل بالورقة عم لا نضيع، خلينا نسجل بالورقة عم لا نضيع. يا ستار. هسه عندنا مواجهة 1 و2 اللي هي باريس وليفربول. منو راح يلعب على أرضه بالذهاب؟ رقم 1 باريس ليفربول راحوا فيها الذهاب في أرضهم. هاي ربع نهائي، هاي ربع نهائي يا سيدي العزيز. الآن هاي ربع نهائي الآن. ربع نهائي. إذا الإياب منو يفوز من كلوب بروج واستون فيلا يلعب على أرض الإياب في ربع نهائي. ركز معي الآن راح نشوف أيضا ريال مدريد
هاي الصورة واضحة أمامكم. نذهب إلى الربع النهائي. خلينا نشوف ريال مدريد وأتلتيكو مدريد اللي يفوز منهم ويصعد ربع نهائي. الإياب في ملعب، دوري 16 الإياب في ملعبهم، 4 الإياب في ملعبهم. إذا 4 الذهاب سيخوض مباراة ضد والإياب في ملعب لو أتلتيكو لو ريال مدريد. اللي يصعد هناك يلعب الذهاب. 5 أوكي خلاص وضحت الصورة يا سيدي العزيز، أو أتلتيكو دي مدريد وضحت الصورة يا سيدي العزيز. يخوض المباراة على أرضية أيضا عندنا الآن الربع النهائي الثالث مواجهة برشلونة. خلينا نشوف. بنفيكا برشلونة. هاتنا أول شيء 6 تكفى. لا يا أخي، لا يا أخي. دوري 16 رقم 5 يعني بنفيكا الإياب مباراة في ملعب الخصم اللي هو أما مثلا برشلونة لو صعد لو بروسيا لو ليل الفائز من خلاص. مباراة دوري 16 الإياب سيقام في أرض الخصم. يعني الفائز من مباراة يا رجل ليش؟ هسه ما يخاف بلكي نص النهائي يعطوها يعني إذا برشلونة صعد. إذا أمامكم الصورة يا سيدي العزيز. الذهاب راح يقام في ملعب برشلونة لو صعد ربع نهائي، والإياب يلعب في مباراة الخصم. خلاص عندنا الآن 7-8 والانتر او بايرن والبايرن. الفائز باير وباير ليفركوزن همين يلعبون الذهاب في أرضهم، دوري 16 وأنتر وفاينورد اللي يصعد يلعب في أرضه. يا ستار شنو هاي؟ ميدان ضد الفائز والله ولعت يا سيدي العزيز، ولعت. راح الثار من باريس، راح سيدي العزيز، راح يا ثار بعد يا باي باي باريس. المهم خلصنا من باريس كلهم علقناهم مع بعض صح اعتقد، ما عدا باريس فلتنا منهم. يعني مواجهتين غلط اللي هي ليفربول وبنفيكا طلعت غلط. يلا بعد احسن. شكرا للقائم القرعه يوم الامس، طلعت قرعتك غلط. على القصد. دقيقه. وطبعا الان قرعه نص نهائي. فإن هناك قرعة تحدد النهائي، بحيث هذه القرعة الشكلية سوف يلا تحدد من هو الزائر اللي يسحب اولا. علما وأن هسه نواجه منه. ميونخ. اوكي نص النهائي الثاني اذا نتكلم ريال مدريد، اتلتيكو مدريد، بي اس في، ارسنال، اللي يوصل اولا منهم نص نهائي يلعب الذهاب على ارضه. الاياب امام باريس، كلوب بروج وهذولا. الفائز من خلاص خلاص. اذا ريال مدريد لو وصل نص نهائي سيلعب مثلا مباراة الاياب أو أستون فيلا. في ارض الخصم اللي هو مثلا باريس، ليفربول، كلوب بروج، استون فيلا. الان خلينا نشوف برشلونة. رتبها لنا. اختار 4 والواحد. اختار 4 والواحد. يا رجل اختار 4 والواحد ليش؟ بمعنى الفائز يخرب بيتك. من مباراة بنفيكا برشلونة بروسيا دورتموند أو نادي ليل الفرنسي. كل الاياب في ملعب الخصم، مع كل الاياب ما عدا دور 16 كله في ملعب الخصم. مباريات استر يا ستار. النهائي الرابع خلاص بايرن ميونخ يخرب بيتك، دمرنا. فاينورد أو انتر. ليش إذا أنهينا. هذا هو مرتين قرعة الدور الربع نهائي والنص نهائي الاياب في ملعب الخصم اذا برشلونة وصل. احنا بدنا نقول اذا، ولكن يا رجل رتبها لنا بالغلط. اختار 4 دمرنا هذا. المهم اذا هذه هي النتيجة النهائية. الان خلينا ناخذها سكري. ديربي 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 جنون. هسه راح اعطيكم النتيجة النهائية. هسه اعطيكم النتيجة يا سيدي العزيز، هسه اعطيكم النتيجة. يا ستار وري. فاينورد ويقابل نادي الانتر. هكذا أو كان ذاك هو الطريق الذي سيؤدي إلى نهائي وين قرعة 31. إذا مباريات دوري 16 سوف تخاض يوم الرابع. ممكن كلاسيكو نص نهائي؟ لا خلاص مباريات الإياب سوف تخاض ماكو كلاسيكو. هسه راح اعطيكم القرعة بس ثواني. إذا مرة أخرى نحييكم من بيت كرة القدم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. شكرا لكم، مع السلامة، يلا باي باي روحوا. الآن هذه هي النتائج يا سيدي العزيز. الدوري الأوروبي وقرعة الكونفرنس ليج. بس خلينا نسد هاي الموسيقى لا تجينا كوبي رايت. الآن يا سيدي العزيز هذه هي قرعة كما تشاهدون أمامكم. نتكلم مواجهة صارت انتهائية ونهائية. هذه هي بنفيكا برشلونة، بوروسيا ليل،
باير ميونخ وباير ليفركوزن، فاينورد انتر، بي اس في ارسنال، اتلتيكو مدريد ريال مدريد، كلوب بروج استون فيلا، باريس ليفربول. بالنسبه لمواجهات الربع والنصف نهائي احنا ذكرنا ببساطه برشلونة ما راح يواجه في الاياب على ارضه، لا راح يواجهها في ارض الخصم. لو صعد لربع نهائي او دور نصف نهائي راح يكون الاياب في ملعب الخصم بالنسبه لبرشلونة. ريال مدريد لا، ريال مدريد اذا صعد ربع نهائي الاياب في ملعبه، بس النصف نهائي يكون خارج ملعبه، يكون لملعب الخصم. وباقي الفرق راح نشرحها قريبا مع المواجهات ومع كل شيء بعد ما يتحدد يا سيدي العزيز بالكامل. شنو رايكم الان؟ اكتبوا لنا ارائكم، وهسه راح ندردش معاكم. تنادينا يا ناس، والله هي تنادينا ما يخالف. ريو النص نهائي اصعب خصمين ملعبهم بايرن وانتر صعبين، مو زي ريال مدريد ليفربول. انا معاك اتفق، يعني صراحه الان ماكو كلاسيكو. بالنسبه لموضوع كلاسيكو ماكو كلاسيكو بابطال اوروبا الا بالنهائي. برشلونه يصعد للنهائي وريال يصعد نهائي. بس سيميوني الان ينتف شعره. اويلي سيميوني اويلي، بعد اسبوع يا اسبوع، هذا الاسبوع راح يواجه برشلونه، بعد اسبوعين راح يواجه ريال مدريد في الذهاب، بعدها راح يواجه باسبوع ريال مدريد في الاياب، يا ستار، وبعدها يواجه برشلونه من الدوري الاسباني. اويلي هسه راح نشوف الجدول. اويلي شنو فائده مركز ثاني؟ يا مركز ثاني قصدك اللي ياخذ اول ثاني هو انه يضمنون 8 توب. لا يوجد كلاسيكو في النهائي يا سيدي العزيز، لا يوجد كلاسيكو في النهائي. سيميوني سيدمر مدريد. سيميوني جبان، ما اعتقد بهذه البساطه. ريو هل ليفربول يغلب باريس؟ يغلب باريس؟ اي اكيد مرشح، بس ترى باريس صعب مزعج، بس ليفربول هو المرشح اكثر. طريق ريال مدريد صعب. شوف ايه صراحه يعني اتلتيكو مزعج. اذا ارسنال فاز، ما نستهزئ بفريق الهولندي بي اس في، امانه صراحه صعب. لذلك انا ليش قلت لك طريق برشلونه راح يكون اسهل لو ذهب هناك. البارحه كل قال لك وانت تريد تفوز الابطال يا سيدي، عندك جدول مزدحم، الانديه كلها عامله صفقات، هذا اللي عنده ما اعرف منه، هذا اللي عنده من بايرن عمل صفقات، باير ليفركوزن عندهم لاعبين، استون فيلا عمل راشفورد وجاب اسينسو ما اعرف منه، ليفربول عندهم فريق ولا اروع، باريس عندهم ما شاء الله 9000 صفقه. انت ما عندك بس غير اولمو. تريد تواجه من الان باريس وبعدين تروح لهذه المرحله الصعبه اللي ممكن بالنص تواجه مثلا ريال مدريد اتلتيكو مدريد؟ لا حبيبي، تعال على هذه الجهه اللي اكو انديه سبق وشاركت امامها ولعبت امامها، اللي هي دورتموند، بنفيكا، بايرن، هذول كلهم تعرفهم. اي واحد منهم تواجهها مثلا راح تكون قرعتك اسهل ببساطه. احنا ما نقلل، وليس انه اجت مثل ما تريد. ليش لا، احنا هيك نريد. بس خلينا نشوف البارحه توقعاتي ايش كيف كانت، خلينا نرجع عليها بس. قربناها لا اخوان لحد الان. اوكي تعرفون انا بس متوقع مواجهتين بس صح من اصل 8 اللي هي مواجهه ريال وباير ليفركوزن. خطيه والله يعني، بس هذول متوقع صح، البقيه كلهم غلط. يلا بعد احسن. مواني هذا اللي كان يسحب القرعه، انت مواني لا تذبها براسي، انت كنت تسحب قرعه ايه. يلا عافيه. نتكلم انه خربط الامور كلها. خلينا نشيل هاي الحقوق. المهم بس خلينا نرد على الاسئله ونغادر هذا البث. اراوخو يتنفس السعداء. ريو تعتقد نهائي ليفربول امام برشلونه؟ ليش لا، كل شيء يحصل ممكن. ليفر وباريس اقوى لقاءات بالتاكيد، هي واتلتيكو مدريد على فكره. بايرن ليفركوزن ترى قويه كلش. فاينورد وانتر راح تكون مولعه. برشلونه ترى حتى من يواجه بنفيكا ما راح تكون سهله. انا ما قلت لك سهل، لكن من تواجه اصعب، باريس ام بنفيكا؟ لا باريس اصعب. خايف من سيناريو في النص نهائي ربع نهائي. هسه خلينا نصعد، لسه خلي يصعد برشلونه. والله كريم سهله.
الذهاب وياب وين؟ اتلتيكو ريال مدريد الذهاب في ارضه والاياب في ارض ويندا متروبوليتانو اللي هي اتلتيكو مدريد. تتوقع برشلونه وبايرن في النص؟ اي نعم ممكن كفرق مرشحه، يعني برشلونه وبايرن مثلا بالنص، ممكن ريال وليفربول بالنص ممكن يعني يجي شيء مدى اقل من باقي الانديه، لكن كتوقع مبدئي بعد يعني صعب اتوقع الان، لكن يجي توقع مبدئي بس على السريع. هل تتمنى نهائي كلاسيكو؟ لا، راح يكون جلطه للمشجعين سواء برشلونه وريال مدريد. انت تخيل تفوز تصعد لنهائي ابطال اوروبا وفريقين اكبر عدد ممكن من الجمهور في العالم، المستشفيات تمتلئ. لا حبيبي لا، ما ناقص لا جمهور برشلونه ولا ريال مدريد ينجلطون بسبب هذه المباراه. راح يجيب ساحر من هو انشوتي غاب برشلونه وكل مطبات له، كل المطبات اوكي. بالنسبه للقرعه تمام. متى تبدا المباريات؟ يوم شهر الثالث 7 3 6 3 و7 3. هسه بس خلي اشوف وين وين الموبايل. لا مو هذا الموبايل بيدي، موبايل ثاني يا حبيبي. وين راح الموبايل؟ تمام هسه اشوف القرعه او اشوف الموعد. رافينا راجع بشخصيه السوبر. هسه تقام قرعه ربع نهائي ونص نهائي. اي نعم خلاص، هي هاي مواجهات تحددت بعد الان، المواجهات تحددت. هسه راح اجيب لك يا سيدي العزيز المواجهات بصوره اوضح على مود تعرف كل اللي حصل، وخلاص تقدر تعرف انه بعد الان يا سيدي العزيز الطريق صار واضح لكل الانديه. خلينا نعطيها لكم هنا. بس ثواني. خايف من انتر والله يا انتر اخر شيء. انتر ميلان حاليا اخر شيء، يعني لازم يفوز على فاينورد، بعدين راح يواجه منه يفوز من باير ليفركوزن، بعدين بالنص نهائي احتمال تواجهه. صعب 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 كلش انه تواجه الان انتر. ما اعتقد حاليا اكو. لا تخاف يا سيدي، خلاص انا بالنسبه لي حاليا انا صراحه مستمتع جدا. ممكن اكون غلط ما اعرف، انا مستمتع. يلا خلي اعطيكم الان النتيجه على مود تتوضح الصوره يا سيدي العزيز. اذا هذه هي كانت قرعه ربع ونصف ودور 16 كلها مع بعض. دا تشوفون هذه هي الان، هذه هي الان ببساطه. دا تشوفون يلعب الاياب على ملعبه برشلونه نعم امام بنفيكا نعم، لكن مباريات ربع النص نهائي لا، راح يلعبوها في مباراه او راح يلعبوها في ارض الخصم. راح يلعبوها في ارض الخصم للاسف. نعم يا سيدي العزيز راح تقام في ارض الخصم. بس خلي اراجع معاكم الان موضوع الموعد النهائي المباريات. ما اعرف اذا راح يتحددوا بهاي السرعه، صعب صراحه، لكن بس خلي اشيك قبل ما نغلق البث. وشاهدنا رده الفعل الجميله واللي من خلالها القرعه جيده، بس ما عدا موضوع ربع النهائي نص نهائي شوي مزعج. الاياب يكون في ملعب الخصم مزعج الى حد ما مزعج، يعني هذا رايي شخصي. بس نفس الوقت بصراحه قرعه مولعه، خلينا نكون منطقيين، القرعه مولعه على اخر طرح. ليش بي ان سبورت يتوقف عندي البث؟ ما اعرف. تمام بس خلي اشاهد الان مواعيد او اكو شيء قبل ما نغلق البث وانتهينا من هذه التغطيه. اذا لن نشاهد كلاسيكو الا في النهائي، هذه خلاص اتفقنا عليها. افضل الذهاب في ارضك تحسم من اول لعبه. اوكي وجهه نظر جميله. زين تريدون نتوقع الان؟ نولعها. وش قد اعطي نسبه لكل نادي؟ هسه ادخل معاكم، هسه راح ادخل معاكم بالتوقعات. بس خلي اجيب صوره تكون شويه اوكي. هذه صوره احلى او مرتبه اكثر صراحه، على مود نقدر نشرحها امامكم، اللي هي هاي. تعال صغرها على مود تكون امامكم كما تشاهدون. طيب نجيبها هنا وهير وي جو. يلا نتوقع من الان توقعات مبدئيه، ما تكون توقعات نهائيه. ليش؟ لانه اكو 10 ايام تقريبا عن المواجهات. هاي النقطه الاولى. النقطه الثانيه صراحه ما راح اكون بكامل تركيزي،
يعني ما راح اعرف شنو راح يحصل 100%، لكن راح اتوقع بناء على لحد تاريخ اليوم اللي هو 21/2 ونسجلها معاكم. وهير وي جو. اولا مواجهه الاولى رقم 1 باريس ليفربول. من سيفوز هو يا سيدي العزيز نظرا للظروف التاليه اللي ما اعرف ما هي شنو هي، المهم راح اعطيك ليفربول راح يفوز. ليش؟ ليفربول عنده حاليا فورمه جدا رائعه. محمد صلاح دا يعيش افضل ايامه. صراحه الاياب في ملعبهم، الانفيلد معروف مرعب مجنون ما يتوقف. نتكلم كذلك حقيقه دا يعيشون. هلا بديجو، هلا حبيبي، هلا 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 هلا. على العموم اوكي، فهذه الامور راح تخلي انا ارشح ليفربول الى ربع نهائي. هاي المواجهه الاولى. المواجهه الثانيه استون فيلا. تريدون ندخل بنقاش كلوب بروتش؟ صعب. اكو ناس دا يقول لك كلوب بروتش راح يكون هو الحصان الاسود، لكن انا استبعد. اعتقد استون فيلا عندهم فرصه. استون فيلا ليفربول في ربع النهائي الاول. رحنا خلاص، خلينا نسجل ليفربول استون فيلا المواجهه الاولى في ربع النهائي. هذا توقع. اتلتيكو ريال مدريد، يا ستار هسه هنا منو تختار بالله؟ والله صعبه، خليني شويه اركز بيها. لا ريال مدريد. بس صراحة عندي شك، خليني أكون معاكم واقعي. عندي شك. ليش؟ الإياب في أتلتيكو، موضوع الدفاع وسيميوني مزعج، وأتلتيكو أوقف ريال مدريد في الدوري الإسباني مرتين تعادل. صراحة هاي المباراة راح تكون مزعجة، ما استغرب تروح أشواط إضافية، ممكن جزاءات. بس أعتقد ريال مدريد بسبب الخبرة، بسبب عامل التاريخ سبق ودمر أتلتيكو مدريد. راح أرشح ريال مدريد. المواجهة الثانية أرسنال، ماكو داعي نروح ونجي. أرسنال يواجه ربع نهائي أمام ريال مدريد. طيب منو نرشح للنص النهائي؟ أقول لك ليفربول يفوز على استون فيلا، وأقول لك ريال مدريد يفوز على أرسنال. راح تقول لي ريتشارد أنت بكيفك. أنا هذا هو رأيي، يعني هي توقع الآن مبدئي. وبعدين يواجهون منه ليفربول وريال نص النهائي، يصعد ليفربول للنهائي. أنا هذا هو توقعي، ليفربول سيكون طرف للنهائي من هذه المواجهات. هذا توقع مبدئي. نروح على مواجهة بنفيكا برشلونة. حسب اللي شاهدناه برشلونة الضامن ربع النهائي. بوروسيا أمام ليل. فبعدها منو يصعد؟ برشلونة لنص النهائي. عندنا هناك راح يصفى منهم باير ليفركوزن. منو يفوز؟ بايرن. انتر ميلان. بايرن يواجه انتر ميلان بربع نهائي، يصعد بايرن للنصف. برشلونة يصعد للنهائي امام ليفربول. هذا هو توقع فقط مبدئي. راح تقولي ريتشارد انت شنو بكيفك؟ انا هذا توقعي، برشلونة ليفربول بالنهائي حسب اللي دا اشاهده، حسب اليوم. بس كل شيء ممكن يختلف، انا ما راح اقدر اضمن لك الان بعد 3 اشهر شنو يحصل. بس اعتقد برشلونة ليفربول هم المرشحين يكونون متواجدين في النهائي حاليا. لكن عندك فرق مزعجه. اتلتيكو ممكن يعمل مفاجاه امام ريال مدريد ويطلع ريال مدريد. باير ليفركوزن ممكن يطلع بايرن. بنفيكا امانه مزعج، ما راح اقول لك سهله. فاينورد ما استغرب انه يغلب انتر ويطلعه. باريس ممكن يغلب على ليفربول. فكلها دا اقول لك هذا كله في طابع ماذا؟ توقع المبدئي. برشلونة يظن نفسه في دوري المؤتمرات. ليش وقت يفتح الكامب نو شهر 5؟ ليش احساس راح تطلعون من بنفيكا؟ ما اتوقع، لا، لانه بنفيكا برشلونة يعرفه تماما. وكذلك عندهم اصابات كثيره على فكره. البارحه تابعت تقريبا 7 لاعبين راح يغيبون عن المباراه. 7 لاعبين عندهم اصابات هائله. فما اعتقد سيميوني يخرج ريال مدريد. سيميوني راح يدمر الكون كله اذا يخرج ريال مدريد، يقلب الكون، لانه عنده ثار يا ريال مدريد صراحه. خلاص وصلنا لختام هذه الحلقه.
مباريات كلهم بنفس الوقت. إيه لازم يجلطونا بهاي القصه. الاتحاد الاوروبي منا المليار سنه ما راح يعمل تغيير، هذه قصه. بس اعملوا مبارتين كل واحده لوحدها، خلونا نستمتع. والله دمرتونا بهاي القصه يا رجل. شنو هذه القصه؟ هذا كاتب لك الحكام ليسوا اسبان. بعد أسوأ يا حبيبي. احجز الموعد، ريال وارسنال في ربع نهائي. اوكي، شكلهم مستعجلين جماعه. من الان تحجز بطاقه سيدي العزيز. اهدأ. ممكن يطلع ارسنال؟ ما اعتقد، لا صراحه لا اعتقد. يعني بي اس في ايندهوفن راح يكون اسهل من مواجهه مثلا فاينورد مزعج قوي. لا تقول يوفنتوس، ترى يوفنتوس معروف يعني سيء لابعد درجه، مع احترامي سيء حاليا سيء. يا جماعه انتم تخطئون، متبقي 3 اشهر. انا معك، لكن انا اعطيتك توقعات مبدئيه ونرجع لها. عادي، شيء جميل في كره القدم. بس هل انه 100%؟ لا اكيد. يعني البارحه توقعت 8 مواجهات، اتوقع الي مو اني جاب 2 من، يعني نجحنا، اخذنا نسبه 25. يعني من 100 اخذنا 25، فاحنا رازبين. تمام. ملعب بنفيكا صعب نعم، لكن بس بالذهاب. الاياب في ملعبك، يعني مفترض انه تفوز، مفترض انه تكون الامور جميله. وخلينا نشاهد بعدين التواريخ، وراح نعطيكم المواعيد ان شاء الله بشكل رسمي لاحقا. فقط خلينا نختم بالقصه الاخيره اللي هي المواعيد لكل من اتلتيكو، ريال، برشلونه. هذا الشيء راح يكون لصالح برشلونه، لانه ريال راح يواجه اتلتيكو هوايه. ونتكلم كذلك انه يا سيدي العزيز الدوري اذا تريد تفوزه هذه فترتك، اضرب. هذه فترتك. لذلك انا تمنيت صراحه هذا الشيء وحصل. بس خلي اعطيكم الجدول النهائي للمواجهات برشلونه، ريال، اتلتيكو، اللي هي فرق حاليا تنافس على الدوري الاسباني وتنافس ايضا في ابطال اوروبا. فولعت. الله اليوم شويه نرتاح. هسه راح بعدين نقول لك بنفيكا تعمل عليك ريمونتادا. سيدي العزيز ما اعتقد، ولا ربما نكون خطا. انت تخيل معاي اتلتيكو راح يواجه برشلونه مرتين خلال شهر تقريبا، وريال مدريد راح يواجهون اتلتيكو مرتين. يا الله من عبرت ارتاحت. تمام. خلينا نروح. وين ربع نهائي؟ وين ربع نهائي حبيبي؟ اخوان. هذه اغرب رساله وصلتني والله. هسه بالواتساب وصلني رساله: ريو زوجتي اعترضت عليك، تقول انت فقط تقول سيدي العزيز. يابا سيدتي العزيزه، وهي اكبر مشجعه برشلونيه، وانت لا تذكر النساء. يابا سيدتي العزيزه، اساتذتي. اوكي. سيدي وسيدتي، تدللون. اكو مشجعات برشلونه يابا، كل الاحترام لمشجعات برشلونه، مشجعات ريال مدريد وكل الانديه. يابا ما نظلمكم وتدللون من عيوني. تدللون بعد الان. هسه اسجلها: سيادتي، سيداتي، اساتذتي الكرام. سيدتي اوكي خلاص تدلل. والله حقكم. حقكم. اوكي. بالنسبه بس تعال اعطيني قرعه مع يا هذا ابو الموقع اللي حدا ما محدث. تحدث عاد فضها مو خلص. يلا لا تشقني. اي خلاص واخيرا اعطانا. اوكي هسه اعطيها لكم اللي هي، خلينا نجيكم للجدول بس شلون نطلع هنا. تويتر. وين تويتر؟ اوكي هذه الاولى. هذه صفح. نعم. لا صفح يا سيدي. وين رحت انت؟ الا يجلطني والله، الا يجلطني. المهم خلينا نجي هنا نرجع. يلا على السريع اريد خلص. رفضني. 1920 هاي 1080. هير وي جو. تمام. حلوين. هو بس هذه خلينا نكبرها، وهذه خلينا نصغرها.
هيجي بعدين هيجي بعدين هكذا. حلوين. يلا خلينا نروح. هذا حاليا جدول برشلونة كما تشاهدون. لاس بالماس الآن دوري إسباني غدا، بعدها أتلتيكو مدريد يوم الثلاثاء اللي هو أمامكم التاريخ 25، بعدها ريال سوسيداد في الدوري الإسباني. وين رحت حبيبي؟ والله دخل الموقع هذا. منو قال لك دخل موقع؟ ولا لا تجلطني. تعال تعال انتم ماكو فائدة منكم أبد. تعال خلينا نرجع على هاي اللي هو هذا أفضل من كلهم. ثواني. أوه. يلا كما تشاهدون لاس بالماس، أتلتيكو، سويسيداد، بنفيكا، أوساسونا، بنفيكا، أتلتيكو مدريد. دور اسباني، بعدها توقف دولي، بعدها يجي جيرونا. بس ركز لي الان. لاس بالماس انتقام، عندك مباراة انتقام منهم، ملعبهم غدا. خلينا نشوف. برشلونة اتلتيكو في كأس، هذه قصة أخرى. ركز معاي، برشلونة واتلتيكو بكأس. دور اسباني برشلونة ريال سوسيداد. فهنا اعرف اتلتيكو مدريد راح يركز على مواجهة الكأس ويترك مواجهة الدوري. وراح تشوف يركز على مواجهة اتلتيكو على كأس، ما راح يواجه، ما راح يركز على الدوري لأنه قبل الدوري اكو ابطال اوروبا. فهنا يقول لك الدوري خلي يكون مطب، خلي ادخل تشكيله اساسيه. بعدها يروحون على ابطال اوروبا. ريال راح يواجه اتلتيكو، هنا همينا ريال ونفس الشيء اتلتيكو تتولع بيناتهم. برشلونه من المفترض تكون جدولهم اسهل كما قلت لك يوم الامس. بعدها تواجه اوساسونا، بينما ريال مدريد اتلتيكو مدريد مواجهاتهم ممكن تكون اصعب في الدوري الاسباني. ترجع تواجه بنفيكا. اتلتيكو مدريد راح يرجع من كل هاي المواجهات متدمر امام ريال مدريد ودور اسباني وكأس. تواجه اتلتيكو مدريد، اذا فزت عليه تقريبا انا اقول لك ضمنت الدوري. يتعثر الريال مباراة، برشلونة فاز بكل مباريات هذه مع دور اسباني، يتعثر الريال مباراة، يتعثر اتلتيكو مباراة، انهزم مباراة واحدة تفوز عليه، انا اقدر اقول لك راح تفوز بالدوري بنسبة كبيرة. على الاقل يا سيدي العزيز تضمن الدوري، على الاقل تضمن الدوري. تعال على اتلتيكو مدريد، هسه راح اعطيك المواجهات انا نختم الحلقة ونروح ان شاء الله معاكم. شوف غدا فانيسيا، بعدها كأس ملك برشلونة. شوف ركز. اتلتيك بالباو الاسبوع المقبل، يا ستار. ريال مدريد، ختافي، ريال مدريد، برشلونة، بعدها توقف دول اسبانيول ويرجعون يواجهون برشلونة في كأس الملك. اتلتيكو مدريد راح يدخل حرب مدوية من باكر. راح تشوفون يبدأون من تشكيلة احتياطية احتمال. الامور راح تولع يا سيدي العزيز، الامور راح تولع. تعال على ريال مدريد، مواجهاتهم مزعجة على الاخر. تعال شوف. لا هذه مو هاي مال الابطال. تعال ريال مدريد المباريات. اوكي. جيرونا يوم الاحد، ريال سوسيداد كأس الملك، ريال بيتيس دوري، بعدين اتلتيكو مدريد، بعدين رايو فايكانو، بعدين اتلتيكو، بعدين فيا ريال. جدول مولع. تقول لي منو؟ رايو مزعج تعرفوه. ريال بيتيس مزعج، ريال سوسيداد مزعج وراح يقاتل وبقوه. جيرونا هذا مضمون لريال مدريد. ريال مدريد يضرب جيرونا 4-5 على المترهي. ريال سوسيداد مواجهه راح تكون مزعجه، ريال بيتيس راح تكون مواجهه مزعجه، اتلتيكو مدريد مزعج، رايو مزعج، فيا ريال مزعج. ولع الدوري ولع يا فليك. الدوري يناديك والامور بيدك. وخلينا نشاهد الان. اعطانا مواجهه برشلونه، هاي لاس بالماس. اوكي عبالي بنفيكا. تمام. اذا هذا كل ما لدينا بهذه الحلقه، واللي شاهدنا فيها ردة فعل، توقعات، وكل شيء جميل كان في هذه القرعة. راح نتكلم قريبا، نعطيكم كل المعطيات، نعطيكم كل التفاصيل. شكرا لكم للمتابعة، شكرا لكم لوجودكم. اكتبونا آراءكم في التعليقات. شكرا لكل داعمين القناة، وكذلك للاشتراكات، اللايكات، تفعيل الإشعارات. جدا ممتن لكم
من كل قلبي. ان شاء الله فيديوهات قادمه تابعونا الانستغرام، رابط موجود في صندوق الوصف. نلتقي مزيد من الفيديوهات يا سيدي العزيز وسيدتي العزيزه. انا مود انه بعد الان نذكر هذه القصه. استمتعت معاكم والقراءه كانت حلوه صراحه، والان نروح شويه نهدأ. يوم الجمعه شويه استراحه بعد تركيز هائل، ومنتظرنا كميه هائله من الدراما، ونتكلم حول صراحه مواجهات جدا قويه وصعبه. شكرا لكم من جديد، رقبونا مزيد فيديوهات، وهير وي جو. البث صار 40 دقيقه، يلا راح نقص معه. مع السلامه.